مش هصدقني لو قلت لك ان انا جبت لابتوب كامل ب 275 درهم من امازون. ايوه زي ما انت سمعت كده. بص، هو مستعمل، موديل قديم شويه، بس التغليف والنظافه يحسسوك ان هو لابتوب جديد، وبالذات لو اخترت من عند بي سي مارت. طب نسيبنا بقى من بره وتعالى نفتح الكرتونه ونشوف ايه اللي جوه. حتى جوه التغليف روعه، فعلا تحس ان هو لابتوب جديد مش مستعمل ابدا. كل حاجه فيه بتلمع بجد. طيب تعالى نطلعه من الكيس بقى ونشوف اللابتوب حالته عامله ازاي. واو بجد، اللابتوب ما فيهوش خدش واحد. حتى الجوانب بتاعته كمان تحس انها جديده، ما فيهاش اي خدش. هو تقريبا متجدد كله بالكامل، بس متجدد بنظافه، او يمكن يكون هو نظيف اصلا. يعني الفريمات كلها سليمه، ما فيهاش اي خدش. حتى المداخل والمخارج ميموري كارد ريدر ويو اس بي تايب سي واثنين يو اس بي اي ومدخل الشبكه او الهيدفون. تعال نشوف ايه تاني موجود جوه الكيس اللي جاي معاه. كارت فيه اللوكيشن واسم التاجر اللي هو بي سي مارت دوت اي اي والفاتوره. وبص الشياكه بقى، اللابتوب اصلا الكيبورد اللي فيه ما فيهوش عربي انجليزي، هو كمان حاطط لك ستيكرز بتاعت عربي انجليزي، واكيد كابل الشحن والشاحن نفسه. تعال نفتح بقى اللابتوب ونشوف من جوه حالته عامله ازاي. واضح ان حالته نظيفه جدا من جوه. طبعا ده اتش بي كور اي 5 رامات 8 جي بي. الشاشه ما فيهاش خدش، مكان الكاميرا، مكان المفصلات، التاتش باد، كل الزراير تحس انها جديده. طيب يلا بينا نشغله بقى ونشوف. ده زرار الباور، يلا بينا نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل اهو، جاب اللوجو بتاع اتش بي، وطبعا ده الليبل بتاع الكور اي 5، وده كمان الفينجر برينت، وده زرار للواي فاي وزرار للصوت، وكمان في الجنب فيه سي دي درايف او دي في دي درايف. بصراحه الجهاز قمه في النظافه وقمه في الشياكه، وكمان عليه ويندوز 10. ودي الكونفيجريشن مطابقه طبعا للي كانت موجوده على امازون وقت ما اشتريت. وبس كده، لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب. سلام.